الفترة الأخيرة وبسبب تدهور الحالة الاقتصادية في البلد وظروف المعيشة بقت صعبة، شفنا ناس كتير بتقول جملة ولا يوم من أيامك يا مبارك. مهما يحصل في البلد دي ومهما مرينا بظروف وحشة، اوعى تقول ولا يوم من أيامك يا مبارك، عشان اللي بيحصل فينا دلوقتي ده بسبب مبارك صاحب ال30 سنة فساد اللي خلى مصر الدولة الأولى في التصنيف العالمي في مرض الإيدز والبلهارسيا وفيروس سي والفشل الكلوي والكبد والسرطان، وكل ده بسبب الاكل المسرطن اللي اتزرع في ارضنا في عهده، وانت تقول ولا يوم من ايامك يا مبارك. مبارك اللي مسك البلد والدولار كان ب40 قرش، في خلال 30 سنه انهار الجنيه قصاد الدولار ليوصل ل6 جنيه و50 قرش. يعني انهيار الدولار مش بس دلوقتي، لا ده من ساعه ما مسك مبارك، بس الفرق ان هو كان بينهار على مراحل وسنين متباعده، اما دلوقتي في سنتين بس انهار الضعف. مبارك اللي في عهده امن الدوله كان بيمارس اشد انواع التعذيب ضد اي حد يفتح بقه ويتكلم، زي تعذيب سيد بلال وعماد الكبير اللي اغتصبوه في الاسم وحطوا العصايه في مؤخرته. مبارك اللي في عهده مات 1000 مصري في عرض البحر بسبب عبارة السلام اللي التقارير قالت لا تصلح ان هي تسافر عشان مهلكة ومفيش صيانة عليها، اللي في نفس الوقت المصريين كانوا بيموتوا في عرض البحر في العبارة، والحكومة المصرية كانت مهتمية بتنظيم كأس الأمم الأفريقية. وفي 2007 كل المتهمين بالإهمال في القضية خدوا براءة بما فيهم صاحب العبارة ممدوح إسماعيل. مبارك اللي قاعد يقول لك أنا أفضل أفصص كل حاجة في البلد، يا راجل كبر مخك وساب أحمد عز وصفوة الشريف وبطرس غالي يسرقوا في البلد كأن عزبة أبوه ولا حد بيحاسبه. مبارك اللي متر الارض في عهده اتباع بنص جنيه لطلعت مصطفى عشان يبني عليها مدينتي اللي الفيلا الواحده فيها بملايين. مبارك اللي في عهده خالد سعيد اتمارس عليه اشد انواع التعذيب اللي ملامحه اتمسحت من كتر التعذيب اللي اتمارس عليه، وفي الاخر حطوا له الحشيش في بقه وقالوا عليه صايع وبلطجي، ويطلع مطبلاتي زي خيري رمضان يتاجر بيه ويقول عليه صايع وبلطجي ويأكد كلام الباشا. ما حضرة الضابط والامين عارف ان مهما يقتل ومهما يعذب مفيش قانون بيمنعه ومفيش حد هيحاسبه على غلطه. ما سعادة الريس مبارك كان في عهده كل حاجة مباحة. مبارك اللي انتشر في عهده العشوائيات والفقر والبطالة. مبارك اللي اتحرق في عهده قطر الصعيد ومات فيه 1500 مصري بسبب الاهمال، ويطلع رئيس الوزراء عاطف عبيد يقول لك العيب في الركاب مش فينا، هم اللي غلطانين، واتحكم بعدها على كل المسؤولين اللي متهمين بالاهمال بالبراءة. تصدير الغاز لاسرائيل في 2005 اللي تكلفته من 70 سنت ل1.5 دولار وهو تكلفته الحقيقية 2.5 دولار، وشالت الدولة التكلفة الباقية وإعفاء إسرائيل 3 سنين من الضرايب. وفي نفس الوقت قلنا احنا بنقتل بعض على أنبوبة بوتاجاز في الطوابير ومش لاقيينها. مبارك اللي في عهده الفساد وصل للركب وما زال لحد دلوقتي، وغيره وغيره وغيره. لو عايز تعرف فساد للصبح وانت تقول لي ولا يوم من ايامك يا مبارك. كفايه كفايه، احنا مش لاقيين ناكل. انا كشاب مش عارف اشتغل ازاي، اتجوز امتى، عيالكم بتاخد اعفاء من الجيش واحنا اصحابنا واخواتنا بتموت على الحدود، وابن عامل النظافه وابن البواب ما ينفعش يبقى موظف في الحكومه ولا في النيابه، وانتوا عيالكم واخده كل الوظائف الحكوميه. احنا ولاد كلب وانتوا اسيادنا، احنا العبيد وانتوا اسيادنا، زي ما قال الزند اللي لما اترفض راح عاش في دبي. مبارك سبب في اللي احنا فيه دلوقتي، ايامه ما كانتش حلوه ووردي زي ما انت بتقول. احنا عملنا ثوره ومشيناه ومصر كانت على حافه الهويه، كانت بتغرق، كانت عايزه واحد ينقذها يديها تنفس صناعي مش يجيب مخده ويكمل عليها ويكتم نفسها. كفايه تعبتونا، احنا مش عارفين نعمل ايه، نقعد فيها نتكلم ونتحبس ونتقتل ولا نسافر هجره غير شرعيه ونموت وياكلنا السمك في البحر. ولا يوم من ايامك يا مبارك، ولا يوم من ايامك يا مبارك.